السلام عليكم ورحمة الله. ولادي وحبايبي، أحلى وأغلى وأجمل وأجدع دكاترة في كل الدنيا. 2026 إن شاء الله رغم كيد الكائدين بالنجاح كلنا إن شاء الله مبسوطين. عاملين لك مراجعة في التكاوي كده، حاجة صغيرة يعني، حطها جنب اللي فات. هنراجع فيها على التكاثر وأنت بتستعد للشامل، والمراجعة فيها عدد كبير جدا من كل أنواع المسائل في التكاثر. صلى على النبي يا باشا ويلا بينا. السؤال الأولاني: أي مما يلي تعتبر إحدى مميزات التكاثر اللا جنسي؟ حدوث تنوع وراثي بين أفراد النوع الواحد. طالما التكاثر لا جنسي مفيش تنوع وراثي، التنوع الوراثي ده بيحصل في التكاثر الجنسي. قدرة النسل الناتج على التكيف السريع مع التغيرات البيئية، الكلام ده يحصل في التكاثر الجنسي، ويحصل في التكاثر الجنسي لأن بيبقى فيه تنوع بيولوجي. انما هنا مفيش تكاثر، مفيش تنوع بيولوجي، وبالتالي طالما مفيش تنوع بيولوجي يبقى مفيش قدرة على التكيف مع الظروف البيئية. يتطلب رعاية أبوية؟ لا 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 لا، اللي بيتطلب الرعاية الأبوية ده التكاثر الجنسي. زيادة أعداد الأفراد الناتجة خلال فترة زمنية قصيرة حصل، لأن هنا من مميزات التكاثر الجنسي هي سرعة التكاثر اللاجنسي. من مميزات التكاثر اللاجنسي هي سرعة التكاثر ومفيش تنوع بيولوجي. 2. ما الاختلاف بين التكاثر اللاجنسي في كل من الأميبا وفطر الخميرة؟ الأميبا انشطار ثنائي، الخميرة تبرعم. الانشطار الثنائي بيتم في ظروف مناسبة وغير مناسبة، التبرعم بيتم في ظروف مناسبة بس. الانشطار الثنائي نووي متساوي والسيتوبلازمي متساوي، التبرعم كان النووي متساوي انما السيتوبلازمي مش متساوي. تعال نشوف الاختيارات. حدوث الانقسام النووي بيحصل في الاثنين. حدوث الانقسام السيتوبلازمي هنا في اختلاف، السيتوبلازمي في الانشطار الثنائي بالتساوي، في التبرعم ما كانش بالتساوي. نوع الانقسام هنا ميتوزي وهنا ميتوزي. صورة التكاثر انهي تكاثر؟ اللاجنسي، يبقى ده اصح. صورة التكاثر لان ده الاميبا كان انشطار ثنائي، الخميرة كان تبرعم. استاذ ما هو الانقسام، هو قال هنا حدوث، هو حصل في الاثنين. ده الاصح طبعا، هو حصل في الاثنين بس كان موجود بصورة مختلفة في هنا عن هنا. انما طبعا لما لقينا صورة التكاثر انا رحت لصورة التكاثر من غير ما افكر، لان دي نوع التكاثر جنسي ولا جنسي. صور التكاثر الجنسي في امشاج وفي اقتران، صور التكاثر اللا جنسي انشطار وتبرعم وتجدد. 3. اي مما يلي صحيح عن نحل العسل؟ يختلف عدد الصبغيات في كل من الامشاج المذكره والمؤنثه. الحيوان المنوي نون والبويضه نون، يبقى الجمله دي غلط، الاثنين شبه بعض. تتماثل الصفات الوراثيه لجميع الذكور، كلها نون بس لا تتماثل. ليه لا تتماثل؟ مهمه الملحوظه قوي هنا، لان التوالد البكري في نحل العسل كانت الصوره الوحيده للتكاثر اللاجنسي اللي بيحقق التنوع. ليه كانت الصورة الوحيدة للتكاثر اللاجنسي اللي بيحقق التنوع؟ لأن البويضة كانت جاية من انقسام ميوزي، وبالتالي مش هو ذكر نحل العسل ده ابن أمه؟ مش جاي من أمه بس مش شبه بعض ولا شبه أمه، لأن البويضة جاية من انقسام ميوزي. سيختلف أو يختلف عدد الكروموسومات في الملكة عن الشغالة. الملكة 2 نون والشغالة 2 نون، الاثنين زي بعض. يختلف نوع الانقسام لإنتاج الأمشاج المذكرة عن الأمشاج المذكرة تتكون بانقسام ميتوزي، إنما الأمشاج المؤنثة تتكون بانقسام ميوزي. ذكر نحل العسل نون بينتج حيوانات منوية نون،
انثى نحل العسل 2 نون تنتج بويضه نون. يبقى الحيوانات المنويه بتتكون بانقسام ميتوزي، انما البويضات بتتكون بانقسام ميوزي. 4. اي مما يلي يمثل عدد المجموعات الصبغيه لمراحل التوالد البكري الطبيعي في حشره المن. حشره المن 2 نون بتنقسم ميتوزي عشان تديني بويضه 2 نون، يحصل لها توالد بكري طبيعي علشان تديني فرد 2 نون، والفرد ال 2 نون ده انثى. مفيش بويضه بتدي ذكر الا نحل العسل. مفيش بويضه بتدي ذكر الا نحل العسل. فرد اللي طالع هنا انثى. طب 2 نون 2 نون 2 نون اهو 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 اهو. 5. عند قطع الكائن الموضح امامك طوليا الى جزئين، هيدرا وقسمناها لجزئين وحطيناها في ظروف مناسبه للتكاثر. انتاج فردين متطابقين وراثيا، ده تجدد. عدم حدوث تكاثر بالتجدد لهذا الكائن. ليه عدم حدوث تكاثر بالتجدد؟ هيحصل تكاثر بالتجدد لان انا قسمت الكائن نصين. هي الهيدرا لمستويين طولي او عده مستويات عرضي. انتاج فردين مختلفين وراثيا، لا متشابهين. موت الكائن، لا مش هيموت الكائن. هي انتاج فردين متطابقين وراثيا لان الهيدرا لها القدره على التجدد اذا قطعت الى عده اجزاء في مستوى عرضي او مستويين طولي. 6. الرسم التخطيطي المقابل يوضح بعض مراحل دورة حياة البلازموديوم الملاري. هو الراجل قال لي ان ده في انثى بعوضة الانوفيلس. ما اهمية الانقسام المشار اليه بالحرف ايه؟ ما تيجي نجيب شوية. التور اكس اتقسم ايه عشان يديني التور واي، اللي هو اتقسم بيه عشان يديني السبوروزيتات. هي السبوروزيتات دي بتيجي من انهي تور؟ من كيس البيض. النواة بتاعته كانت بتنقسم انقسام ميتوزي بالتجرثم علشان تديني السبوروزيتات، وطبعا غرض التجرثم هنا هو تحمل الظروف القاسيه. التور اكس هينقسم عشان يديني كيس البيض. على فكره كيس البيض ده نون والسبوروزيتات دي نون. ممكن تعتبرها غلطه من عندي انك لازم كل كلمه تحدد مين نون ومين 2 نون عشان تعرف نوع الانقسام. طب التور اكس اتقسم عشان يديني كيس البيض، يبقى ده تور حركي كان 2 نون وبينقسم انقسام ميوزي، وده الوحيد اللي في دورة الحياة بينقسم ميوزي عشان يديني كيس البيض اللي نواته هتنقسم ميتوزي بالتجرثم علشان تديني السبوروزيتات. فبدأت هنا بيقول لي ما أهمية الانقسام المشار إليه بالحرف إيه؟ اللي هو الميوزي للتور الحركي. تكوين أمشاج؟ لا. زيادة عدد التور واي؟ معرفش. اختزال عدد الصبغيات؟ مش عارف. تكوين التور الحركي؟ لا. طب كده الغرض الميوزي انه يزود واي ولا لا؟ غرض اي ميوزي هو اختزال الصبغيات. غرض اي ميوزي هو اختزال الصبغيات. ال الانقسام الميوزي بيتم عشان يبقى عندنا 2 تطلع نون، 2 نون تطلع نون. يبقى الغرض هو حدوث اختزال لمين؟ الغرض هو حدوث اختزال للصبغيات. بدل ما هي 2 نون ترجع نون فيتكون كيس البيض اللي عندنا نون. 7. أي مما يلي يمثل توقيت حدوث الانقسام الميوزي بالنسبة للاقتران في السبيروجيرا وتكوين الطور المشيجي في الفجير على الترتيب. الانقسام الميوزي بيحصل في الاقتران بتاع السبيروجيرا بعد تكوين اللاقحة. وبعد تكوين اللاقحة، لأن أنت لو فاكر كويس جدا كنا بنقول إن أي لاقحة في الدنيا، اشرب شايرة،
كنا بنقول ان اي لقحة في الدنيا ينفع تنقسم انقسام ميتوزي. اللواقح الا السبيروجيرا، اللواقح عندنا كانت 3 انواع. كان في نوع من اللواقح لما بيجي كل انواع اللواقح يا باشا تنقسم انقسام ميتوزي. اللقيحه بتاعت البلازموديوم كانت تتحول، انما اللقيحه بتاعت السبيروجيرا تنقسم ميوزي. يبقى هنا الانقسام الميوزي بيحصل بعد تكوين اللقيحه. طب وفي الطور المشيجي للفجير حصل امتى الميوزي؟ الميوزي حصل في الحوافظ الجرثوميه لتكوين الجراثيم. ايوه والله العظيم، يبقى حصل قبل الطور المشيجي. يبقى في السبيروجيرا بعد الاقتران، وفي الطور المشيجي قبل الطور المشيجي. 8. ما مصدر تغذية جنين بذرة الفول بعد تكوينها مباشرة؟ البذور عندنا، الفكرة مهمة، البذور عندنا كانت نوعين، يا إما بذور بيتقال عليها اسمها بذور اندوسبرمية، يا إما بذور بيتقال عليها لا اندوسبرمية. في البذور الاندوسبرمية الجنين كان عاقل، كل جزء من الاندوسبرم وساب الباقي أثناء الإنبات. كل جزء من الاندوسبرم أثناء التكوين وساب الباقي أثناء الإنبات. والاندوسبرمية دي كانت حاجة من 2، يا إما فلقة يا إما فلقتين. والفلقة دي كانت حاجة من 2، يا إما حبة زي الذرة تلتحم فيها أغلفة المبيض مع أغلفة البويضة، ثمرة تحتوي على بذرة واحدة، حبة، يعني لا يمكن فصل الثمرة عن البذرة، لا يمكن فصل الثمرة عن البذرة. يا إما بتبقى ثمرة وبذرة، يعني يمكن فصل الثمرة عن البذرة زي البلح، يا حبة ثمرة وبذرة تلتحم أغلفة المبيض مع أغلفة البويضة، يا إما ثمرة وبذرة، ثمرة لوحدها وبذرة لوحدها. اندوسبرمية فلقتين زي الخروع. إنما البذور اللا اندوسبرمية، اللا اندوسبرمية ده جنين طفس، خلص الاندوسبرم أثناء التكوين، لما ادينا له فلقات تانية استخدمها أثناء الإنبات. يبقى الغذاء أثناء التكوين كان اندوسبرم، وأثناء الإنبات كانت فلقات. هنا جنين بذرة الفول بعد تكوينها نيوسيلا اندوسبرم، غذاء مدخر في الفلقات مبيض، هو الاندوسبرم كان أثناء التكوين. إنما النيوسيلا قبل الإخصاب أصلا، النيوسيلا دي تغذي كيس الجنين. أي التراكيب التالية مسؤولة عن تكوين الحبة؟ ثمرة فيها بذرة واحدة تلتحم أغلفة المبيض مع أغلفة البويضة. 10. ادرس الصورة المقابلة، أي العبارات التالية غير صحيحة؟ حبة قمح اندوسبرمية، فلقة لا يمكن فصل الثمرة عن البذرة. أنا بكتب لنفسي أول بأول أهو. طب بذرة الخروع اندوسبرمية، فلقتين. طب ثمرة البلح اندوسبرمية، فلقة واحدة، بس يمكن فصل الثمرة عن البذرة. واحد بذرة اندوسبرمية ذات فلقة واحدة، خلي بالك هو عايز العبارة الغير صحيحة. واحد بذرة اندوسبرمية فلقة واحدة، اهو. 3 بذرة اندوسبرمية فلقة واحدة، اهو.
2 بذره اندوسبرميه فلقتين. 2 بذره اندوسبرميه فلقتين. طب 2 بذره لا اندوسبرميه ذات فلقتين. على عيني والله، على عيني على عيني على عيني على عيني. ده يا استاذ طارق بتطلع التفاصيل كلها قبل ما نقول الاختيارات علشان تبقى عارف انت بتختار ازاي. اقرا السؤال وحلله قبل الاختيارات. بتقرا السؤال وبعد كده تقعد تقرا الاختيارات، تتنح وتفتح بقك. ايوه هو عايز ايه بقى؟ تروح جاي قاري تاني من الاول، وما تعرفش ان قرايتك للاختيارات دي ممكن تاثر على تركيزك انت في الاجابه، فتخليك رايح ناحيه اجابه غير اجابه تانيه. 11 بعد الاخصاب في زهره البلح، احنا لسه قايلين فلقه واحده اندوسبرميه ويمكن فصل الثمره عن البذر. ايا مما يلي صحيح بالنسبه للثمره الناتجه. تتكون ثمره بداخلها بذره وحيده الفلقه اندوسبرميه. حصل لسه استاذ شارح حالا. طب تتكون ثمره عذريه. شكل مستر جعان. تتكون ثمره عذريه. مفيش الكلام ده، اسمار عذري لو مفيش بذره، والبذره في البلح قد كده استاذ العلم بيحدفوا بيها بعض. طب تتكون ثمره بداخلها بذره لا اندوسبرميه. لا اندوسبرميه. طب تتكون ثمره كاذبه. لا لا لا، ثمره كاذبه ده قال لي لما كان بيقول لي تفاح وكان بيقول لي كمثرى. 12 اي الوسائل التاليه تضمن استمرار بقاء حيوان الباندا اللي هو مهدد بالانقراض؟ قال لي وعدم تعرضه للانقراض. اطفال انابيب، تربيه هذا الحيوان، حفظ الامشاج في بنوك الامشاج، مكافحه الامراض المعديه. هي اصلا فكره بنوك الامشاج انت عارف انها اتعملت للحفاظ على الانواع المهدده بالانقراض. الفكر اساسا بتاعت بنوك الامشاج للانواع المهدده بالانقراض، علشان الانواع المهدده بالانقراض يا باشا. عشان الانواع المهدده بالانقراض. وبعد كده بحفظ الحيوانات المنويه وبحفظ البويضات، نيتروجين سائل، هات الحيوان المنوي والبويضه وحافظ عليه. ننقل على شويه مسائل، وانا عارف ان المسائل بتضايقك. احنا جايبين لك مسائل على كل حاجه في التكاثر. تعال نحل انا وانت اهم مسائل في التكاثر. اي الحالات التاليه يعطي افراد اكتر في حيوان الهيدرا؟ تقطيع حيوان الهيدرا طولي 8 اجزاء. لا، طولي جزئين بس. تقطيع حيوان الهيدرا عرضي جزئين يدي فردين. تقطيع حيوان الهيدرا عرضي 4 اجزاء يدي 4 هيدرا. تقطيع الحيوان الهيدرا طولي 10 اجزاء، لو طولي اكتر من جزئين هيموت، لان الهيدرا احنا لسه حالين السؤال طولي جزئين وعرضي عده اجزاء، فاللي هيديني اكتر ج. تقطيع حيوان الهيدرا عرضيا الى 4 اجزاء. 14 اذا كان عدد الكروموسومات الاصلي لخلايا جسديه لكائن حي 2 نون، ما العدد الكروموسومات لخلايا الافراد الناتجه عن تكاثره بالاقتران؟ 2 نون ولا 4 نون ولا نون او 2 نون و2 نون او 4 نون؟ باشا سواء قلب الاقتران، سواء قلب الامشاج، سواء قال تكاثر لا جنسي، ناتج الافراد اللي طالعه من التكاثر زي اللي كانت داخله في التكاثر. ناتج الافراد اللي جايه من التكاثر زي الافراد اللي كانت داخله في التكاثر. 15 عدد الزيجوسبور. شويه اسئله بقى عن اللقاح، عن السبايروجيرا. عدد الزيجوسبور الناتجه عن اقتران خيطين من تحلب السبايروجيرا، كل خيط فيه 40. هو كده حصل اقتران خيطين يبقى فيه اقتران سلمي. عدد اللواقح الناتجه من الاقتران السلمي بيساوي عدد خلايا الخيط الواحد الأقل. طب الاتنين قد بعض يبقى هيطلع 40 لقاح. الاتنين قد بعض يبقوا 40 لقاح. 16 حدث جفاف في بركة يعيش فيها خيطين من تحلب السبايروجيرا، واحد 16 والتاني 20. فإذا شاركت جميع الخلايا في التكاثر فإن عدد الخيوط الناتجة، يلا بينا، الخيوط الناتجة من السلمي الخيط الواحد الأقل يبقوا ب 16.
عشان تحسب عدد الخيوط الناتجة من الاقتران الجانبي فرق الخيطين على 2 يبقوا 20 ناقص 16 على الاتنين، 4 على الاتنين فيها الاتنين، 2 جانبي و16 يبقوا 18. 17 في إحدى برك المياه العذبة المحتوية على خيط من تحلب الاسبيروجير، أي الاحتمالات التالية يمكن أن يعبر عن عدد الأنوية قبل الاقتران إلى عددها بعد الاقتران؟ هو خيط يبقى أنا خلاص بفكر في اقتران جانبي. لو كانوا قبل الاقتران 7 هيبقوا بعد الاقتران 3. يا أستاذ هما 7، ما هو عشان أجيب اللي طالع من الاقتران الجانبي بقسم على 2، فلما تيجي تقسم 7 على الاتنين هتساوي 3 وفاضل 1. ما كده تنفع 7 على 3 المباشرة، يبقى أنت نسيت 1. يبقى لو بعد الاقتران مباشرة، بص قبل بعد. قبل كانوا 7، هو بيسأل هنا يعبر عن عدد الأنوية. قبل كانوا 7 أنوية، بعد 3 أنوية 2 نون اللي حصل فيهم لاقحة، يعني 3 أنوية للاقحة زائد 1 نون ما حصلهاش اقتران. يبقى لو قبل الاقتران 7 لازم يبقوا بعد الاقتران 4. طب ولو قبل الاقتران 5، ما هي 5 على الاتنين فيها الاتنين وهيفضل 1. لو قبل الاقتران 5 بعد الاقتران اللاقحة هتبقى 2، والخلايا اللي فاضلة بقت 1. 5 و2 يبقوا 3، 2 و1 يبقوا 3. طب لو قبل الاقتران 5 يبقوا بعد الاقتران 3. دي اللي احنا لسه شارحينها فوق، دي تنفع صح. طب لو قبل الاقتران 2 يبقى بعد 6، دي غلط خالص. كلمة مباشرة في السؤال هنا خلتنا افكر كم نواة للاقحة وكم نواة خلايا لسه ما اتكونتش. يعني بص انا برضو عايز افهمك حاجة. هم لو 5 ادي 1 2 3 4 5 نواة من هنا ونواة من هنا عملوا لاقحة، بقت لاقحة واحدة. نواة من هنا ونواة من هنا عملوا لاقحة، بقى في 2 لاقحة، يعني بقى هنا في نواة وبقى هنا في نواة. ما هنا فاضلة نواة لسه اللي هي ما حصلهاش اي اندماج لانه هنا الاقتران جانبي، يبقوا 5 و3. اذا كان عدد الصبغيات، انا اشوف عدد الصبغيات تلاقي ايدي اترجمت على طول نون و2 نون. اذا كان عدد الصبغيات في خلايا النبات المشيجي ده نون ب 18، فان عدد صبغيات الارشيجونه، هي الارشيجونه نون ولا 2 نون، يبقى هي كمان ب 18. يبقى هي كمان ب 18. 19 خيطين سبيروجيرا متجاورين طوليا، الاول 25 والتاني 20. تعرضت البركة التي يعيش فيها الطحلب للجفاف، فحدث اقتران بين أكبر عدد من الخلايا. في ضوء ما سبق يكون عدد الخلايا لسه حلينها قال لي اللي فيها تنوع وراثي كبير، يبقى عايز اللي جايه من الاقتران السلمي بس، لان انت عارف ان الاقتران السلمي بيحقق التنوع الوراثي اكتر من الجانبي. احنا لما رتبناهم من حيث التنوع كان التكاثر بالامشاج، وراها اقتران سلمي، وراها اقتران جانبي، وراها تكاثر لا جنسي. هنا طبعا هو عدد خلايا الخيط الاقل وعدد خلايا الخيط الاقل اللي هو 20. 20 بيقول لي اذا احتوت حافظه جرثوميه للصراخص فجير يعني
على 100 خلية جرثومية، فما عدد الجراثيم التي ستنتجها هذه الحافظة الجرثومية؟ الحافظة الجرثومية هي جراثيم الفجير، بتتكون بانقسام ميوزي، والميوزي الواحدة تدي 4، يبقوا 100 يدوا 400. طالما صراخص الواحدة تدي 4 يبقى 100 يدوا 400. طب ولو قال عفن الخبز، الجراثيم بتاعته بتتكون بانقسام ميتوزي، فعشان بتتكون من انقسام ميتوزي يبقى تدي 200، ده لو عفن الخبز. كم عدد الخلايا الجرثومية الأمية اللازمة لإنتاج 1000 حبة لقاح؟ كل جرثومية أمية بتدي 4. يبقى أنت لو عايز تحسب عدد حبوب اللقاح بتساوي الجرثومية الأمية كلها مضروبة في 4. لو مش عايز تحسب اللقاح احسب الجراثيم الصغيرة هي نفسها، الأنوية المولدة هي نفسها، الأنوية الأنبوبية هي نفسها. طب أنا هنا كم عدد الخلايا الجرثومية الأمية؟ احنا عايزين الجرثومية الأمية، يبقى حبوب اللقاح على 4، يبقى 1000 لما تقسمها على 4 تطلع ب 250. 22 عدد حبوب اللقاح الناتجة من انقسام 50 خلية جرثومية أمية في زهرة مؤنثة. أستاذ أنت قايل هنا إن حبوب اللقاح الجرثومية الأمية في 4، ال50 إيه؟ الزهرة مؤنثة، النتيجة 0. مؤنثة ما عندهاش أصلا طلع. إذا كان عدد الصبغيات في النواة المولدة ن بس، فإن عدد الصبغيات في النواة الذكرية ن بس برضه. كم عدد الأنوية الناتجة من الإخصاب المزدوج؟ هو الإخصاب المزدوج واحدة ذكرية ن مع واحدة بيضة ن، هيديني نواة زيجوت 2 ن، نواة زيجوت 2 ن ينقسم ويدي جنين. واحدة ذكرية ن مع نواة الكيس الجنيني، فاكر انت؟ يديني نواة الاندوسبرم 3 ن تنقسم عشان تديني نسيج الاندوسبرم، يبقى ناتج الإخصاب المزدوج 2 بس. 5 ادوا 2، 5 ادوا 2، في 5 أنوية اتحدت مع بعض عشان تديني نواتين. 25 إذا كانت إحدى الأزهار تنتج 1600 حبة لقاح، وكان عدد الخلايا الجرثومية الأمية في كيس اللقاح، الجرثومية الأمية في الكيس ب10. الجرثومية الأمية في الكيس ب10، عايزين نحسب عدد الأسدية. الجرثومية الأمية في الكيس فيها 10، ما أنا عارف إن السوداء 4 أكياس، يبقى أنا أول حاجة كله هقول له عدد الجرثومية الأمية في السوداء الواحدة 10 في 4 ب40. في السوداء الواحدة طلعت فيها 40 جرثومية أمية. يبقى من حبوب اللقاح دي هبدأ أجيب العدد الكلي للجرثومية الأمية في الزهرة كلها. بقى أنا جبت اللي في السوداء طلعوا 40، فأنا هجيب العدد الكلي للجرثومية الأمية. طب أجيبه إزاي ده إن شاء الله؟ حبوب اللقاح على 4، لسه عاملين المثلث من شوية، يبقى ال 1600 على 4 يطلعوا ب 400. كل الجرثومية الأمية 400، اللي في السوداء الواحدة 40. طب عايزين نجيب عدد الأسدية، يلا يا فقيق بقى، يبقى هقسم ال 400 على 40
يطلعوا ب10. ستة وعشرين بيقول لي مبيض يحتوي على 10 جرثومية أمية. هي 10 جرثومية أمية، بص بقى، يعني 10 بويضات، يعني 10 كيس جنيني. لو حبيت تجيب السمتية اضرب في 3 يبقى 30 سمتية. لو حبيت تجيب المساعدة أو القطبية اضرب في 2 بقت 20، يبقى السمتية 30، يبقى المساعدة 20. عدد حبوب اللقاح اللازمة لتكوين قرن بسلة في 5 بذور. عدد البذور بيساوي عدد البويضات المخصبة. يعني ايه بويضة مخصبة؟ يعني بويضة وحبة لقاح. طب في 5 بذور، يبقى احنا كان عندنا 5 بويضات تم اخصابهم ب5 حبوب لقاح. عندما تحتوي خلايا براعم نبات زهري على 14 براعم، دي نون ولا 2 نون؟ 2 نون ب14، فإن غلاف القصرة 2 نون زيها، يبقى برضه 14. ما النسبة بين عدد مرات الانقسام الميتوزي اللازمة لتكوين حبة لقاح إلى عدد مرات الانقسام الميتوزي اللازمة لتكوين بويضة في النباتات الزهرية؟ حبة اللقاح، بويضة، ميوزي، ميتوزي. حبة اللقاح عشان تتكون كانت عايزة 1 ميوزي و1 ميتوزي. دي كانت عايزة 1 ميوزي، والميتوزي كان 3 مرات، والميوزي كان خلوي والميتوزي نووي. طب أنا عايز الميتوزي، يبقى 1:3 من حبوب اللقاح للبويضة. إذا احتوى كل كيس في المتك الزهري لزهرة خماسية الأزدية على 10 جرثومية أمية، كل كيس فيه 10 والأزدية 5، عدد الجرثومية الأمية في السوداء. السوداء الواحدة 10 أكياس، السوداء الواحدة 4 أكياس، أنا آسف، كل كيس فيه 10، يبقى هقول له ال10 مضروبين في 4 يبقوا ب40. ده في السوداء الواحدة. طب في 5 أزدية، يبقى العدد الكلي للجرثومية الأمية ال40 في 5 ب200، يصبح عدد الأمشاج الناتجة في الزهرة بعد النضج. يبقى أنا عايز حبوب اللقاح، يبقى ال200 بضربهم في كام؟ في 4 يدوا لي 800. 31. إذا كان لديك 4 خلايا جرثومية أمية بمبيض زهر، كم يكون عدد الأنوية الناتجة من انقسام أنوية الكيس الجنيني والناتجة عن انقسام كل منها ميتوزي؟ أنا عندي 4 خلايا جرثومية أمية، كم يكون عدد الأنوية الناتجة من انقسام أنوية الأكياس الجنينية، الأكياس الجنينية، الله، والأنوية الناتجة عن انقسام كل منها ميتوزي. هي لما بتنقسم ميتوزي الواحدة لما بتنقسم بيبقى فيها كم نواة؟ 8. مش الجرثومية الأمية انقسمت ميوزي ادت 4، تحللوا 3 فضلت 1، ميتوزي 3 مرات ادت 8 أنوية. طب أنا لو عندي 4 جرثومية أمية، 4 في 8 بكام؟ ب32. إذا كان هناك 1280 حبة لقاح في متك زهرة، كم سيكون عدد الخلايا الجرثومية الأمية في كل كيس بفرض أن الأكياس بها نفس العدد؟ شقلب المسألة. أعطيني 1280 حبة لقاح، أنت راجل بتاع فيزياء قديم ما شاء الله عليك يعني. المعطيات دي شوف أنت عندك معطيات إيه عشان تعرف هتبدأ بيها إيه. عندي 1280 حبة لقاح، يبقى هجيب عدد الكلي
للجرثومية الأمية بيساوي 1280 على الأربعة، 12 على الأربعة فيها التلاتة، 8 على الأربعة فيها الاتنين. ده كده العدد الكلي للجرثومية الأمية. كم سيكون في كل كيس؟ ما هو الموتوك الواحد بيبقى فيه 4 أكياس، يبقى أنا لو خدت ال 320 دول قسمتهم على الأربعة يطلع كل كيس فيه كام؟ في 80، لأن الواحد بيبقى فيه 4 أكياس. كم عدد الانقسامات الميوزية اللازمة لتكوين 400 بذرة؟ أنت عارف يعني إيه 400 بذرة؟ يعني عندنا 400 بويضة و400 حبة لقاح. ال 400 بويضة جايين من 400 انقسام ميوزي، لأن أنا عارف في تكوين البويضات كل انقسام ميوزي بيدي بويضة، كل واحد ميوزي بيدي بويضة، فأنا عندي 400 بويضة يبقى حصل 400 ميوزي. طب دول 400 حبة لقاح، في حبوب اللقاح كل واحد ميوزي بيدي 4 حبوب لقاح. كل واحد ميوزي بيدي 4 حبوب لقاح. طب دول 400 لما اقسمهم على الأربعة يبقى هيحصل 100 ميوزي، صح كده؟ لأن الواحد بيدي 4، فأنا عندي 400 يبقى حصلوا 100. ال 400 وال 100 لما تجمعهم يطلعوا لنا كام يا دكتورة؟ يطلعوا لنا 500. إذا كان لدى مبيض زهرة ما 6 خلايا سمتية، هي 6 خلايا البويضة فيها 3 سمتية. طب هنا فيها 6 خلايا سمتية يبقى في 2 بويضة، يبقى محتاجين 2 حبة لقاح. ما النسبة بين عدد الأمشاج الناتجة من خلية منوية أولية وعدد الأمشاج الناتجة من خلية بيضية أولية؟ المنوية الأولية تدي 4، البيضية الأولية تدي 1. كم عدد البويضات والحيوانات المنوية التي تنتج من 100 خلية بيضية ثانوية؟ هتدي 100 بويضة. طب 100 خلية منوية ثانوية، المنوية الثانوية الواحدة تدي 2 حيوان منوي، يبقى عندي 200 حيوان منوي، يبقى 100 بويضة و200 حيوان. أنثى تحتوي في مبايضها على 10 بويضات، فإن عدد الأشهر التي يحتاجها المبيض الواحد لإفراز بويضات، وأنا عارف إن المبيض بيشتغل شهر والمبيض بيريح شهر، يبقى المبيض ده هيحتاج 5 شهور والمبيض ده هيحتاج 5 شهور. معليش متتالية، خلي بالك، هو حتى لو ريح شهر بس هو الفترة اللي خد يطلع فيها البويضة قعد شهر كامل، اللي هي دورة المبيض قعدت 28 يوم. إذا كانت امرأة حامل بتوأم متصلين بمشيمتين يبقى غير متماثلة. يعني كم مشيمة؟ 2. يعني كم كيس جنيني؟ 2. فإن مجموع الأغشية المحيطية كل كيس جنيني 1 سلة و1 رهل. كل كيس جنيني 1 سلة و1 رهل. طب احنا عندنا 2 يبقوا 4. 39 لإنجاب 3 توائم ثنائية اللاقحة. ثنائية اللاقحة يعني دي غير متماثلة. 3 توائم يعني احنا عايزين 6 بويضات، لأن كل بويضتين توأم. كل بويضتين توأم. و2 ثنائي غير متآخي يعني متماثل. طب هما التوأم 2 توأم متماثل يعني عايزين 2 بويضة. تاخد بالك من ده، قرصناك شويه في الشامل بتاع التكاثر في الانسان في الاسئله دي شويه. 6 و2 هيبقوا 8. 40 ولدت امراه 4 اطفال توائم، منى وهدى وماجد وعلي، ربنا يتمم بخير. ما هو اقل عدد من البويضات يلزم لولاده هذه التوائم؟ اقل عدد؟ هي دول الاثنين اناث، ينفع يبقى توائم متماثله جايه من بويضه. طب وماجد وعلي؟
دول ذكور ينفع تبقى توائم متماثله جايه من بويضه، يبقى اقل عدد عندنا 2. بويضه تدي البتين وبويضه تدي الولدين، ده لو سالني على اقل عدد. احنا ما رجعناش تكاثر، احنا اكدنا على مسائل التكاثر. لينكات المراجعات بتاعت الثانويه العامه والاسئله كلها والتدريبات العامه موجوده عند حضرتك. اكد على المذاكره كويس، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تطلع من الشامل وانت مبسوط. ربنا يجمعنا على خير.